أسئلة مهمة لعامة الأمة، الإعداد جهزها لنا اللي بتيجي على الصفحات. أسئلة مهمة جدا، أنا أراها أن هي مهمة جدا، فلزاما علينا أن نبين الأمر لإخواننا السائلين. أسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لساني يا رب العالمين. إخواننا يعني الحلقات الأسئلة دي بالذات بتبقى مهمة جدا للردود على أي استفسارات قد تدور على أذهانك أو أذهان أي حد وأنت مش عارف تسألها إزاي، فعشان كده إحنا بنسردها. ربنا بقى يعني يصبركم علينا لنهاية الحلقة. أول سؤال، واحد بيقول التملك للأرض الصحراوية الجديدة إزاي؟ أنا هقوله باختصار شديد. الأراضي ولايات. يعني إيه ولايات؟ يعني حتة تبع المحافظة، هنتكلم بالفلاحة أهو، وحتة تبع هيئة تعمير الصحراء، وحتة تبع شركة الريف المصري الجديد، وحتة تبع جهاز مستقبل مصر. كل الولايات ديت الأرض طالما اتزرعت لازم تتملك. كل الولايات ديت الأرض طالما اتزرعت لازم تتملك، حتى جهاز مستقبل مصر. أي أرض اتحولت من متصحرة إلى منزرعة بقرارات رئيس الجمهورية لازم تتملك. ولكن الريف المصري مختلف، يملكك الأرض وهي صحراء وتدفع 20% من حق التمليك ويديك فترة سماح 4 سنين وباقي المبلغ على 9 سنين. دي ولاية، ومعانا منها أراضي في المنيا ومعانا في الفرافرة، وسلمنا والناس زرعت وقلعت وبني على دماغ الأراضي. طيب المحافظة تديك إيجار بعد كده تملك لك، عشان هي مش عايزة تقعد تجري وراك. ما أنت ممكن تاخد الأرض وتروح تسقعها. طب ماشي، طب إيه نظام المحافظة؟ نظام المحافظة محضر تسليم أرض فاضية، تاخدها تعمل لها البنية الأساسية. أول ما تحول الأرض من متصحرة إلى منزرعة، وده اللي إحنا بنقوم بيه. عشان كده إحنا بنحرص إن إحنا نحول الأرض من متصحرة إلى منزرعة لكي يكون صمام أمان لك أنت، إن الأرض خارج النزاع الأهلي وخارج النزاع الحكومة. طيب بعد كده أنت راجل بتقول تبع الريف كده كده هاخد معاك حتة في شركة، تبع المحافظة هاخد حتة في شركة. ايه الوضع بعد كده؟ بعد كده يا سيدي اول ما بتزرع الارض بالذات في ارض المحافظه بنعمل مذكره. معانا السيد، معانا محمود، معانا علي، معانا مصطفى في الالف فدان دهوت. المذكره ديت منصوص عليها من المحافظه في المجالس التنفيذيه للسيد المحافظ، ومعانا مذكره باسمنا انا، باسم انا شخصيا. هنعرضها، خلي المونتاج يعرضها لنا ورانا على الشاشه اهي. المذكره اهي بتقول ايه؟ بشأن الطلب المقدم من أسامة عبد الله عبد الفتاح للسيد الوزير بتاريخ كذا. كنت أنا مقدم طلب للسيد الوزير محافظ بتاريخ كذا بإيه؟ بإن إحنا بشركة كذا، المساحة كذا والمساحة كذا والمساحة كذا بمحضر تسليم كذا. هذه الشركات وهذه محاضر التسليم معانا فيها مستفيدين جدد ومنتفعين جدد عايزين نملك لهم تلك الأراضي. خلاص طلع قرار بالمجلس التنفيذي يتم حصر هذه الأراضي على الطبيعة. أهو القرار ورانا، اقروه كويس. يتم حصر هذه الطلبات وهذه الكشوفات على الطبيعة لتلك المشاريع وتقنين وتملك تلك المساحات للمنتفعين الجدد. يبقى هنا طلعنا بإن الأرض كده كده لازم تتملك. أنت واخد مع شركة، أنت واخد لوحدك، واخد بالك، لازم الارض تتملك. ولكن هناك ارض تخصيص ومحاضر تسليم زي اراضي المحافظه اللي احنا واخدينها، وهناك اراضي اسمها تقنين. التقنين بتتملك، بتتملك، ولكن لازم تدفع ما عاد عليك من نفع. ركزوا في هذا الكلام. حقوق الدوله يا جماعه مش سبهلله، مش عفيجه. الدوله مش هبله ولا مصهينه على حاجه، ولما بتصهين بمزاجها، بس بيجي وقت كل واحد بياخد حقه. يعني ايه ما عاد عليك من نفع؟ انا مثلا اراضي التخصيص اللي هي الايجار دي، اللي الناس بتخاف من كلمه الايجار، ولكن هي في الاخر تمليك. ده بياخد منك ايجار ليه؟ بيعمل لك صفه قانونيه من بدايه الارض ومن بدايه التعامل. ارض قد سبق لها التعامل، لها قانونيه مع الدوله. اما اراضي التقنين زي اراضي مستقبل مصر
أو أراضي التقنين 2017 أو 2021 أو أي أراضي وضع يد عند حضرتك آمنة من الأهالي وأنت زرعتها وبقيت مستقر فيها، الدولة عاملة قرارات إن هي تملكك تلك الأراضي، ولكن عليك الالتزام ما عاد عليك من نفع. ركزوا في الألفاظ، ما عاد يعني فعل ماضي. طب هو عاد عليه من نفع وما عرفوا منين؟ عن طريق القمر الصناعي. انت مودي الاحداثيات تك 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 تك، دخل القمر الصناعي بيجيب لك الارض ديت ظهر فيها عمل وشغل من 5 سنين، من 10 سنين، من 3 سنين، من سنتين، من سنه، ده ما فيهاش اصلا زراعه، ده مش من حقك تتملكها. طب فيها زراعه وعايزه تملكها، بتقدر لك الدوله الفدان من 10 ل 12 ل 15,000 ما عاد عليك من نفع من الفتره اللي هي قبل الاعتراف بيك والتملك، ثم بعد ذلك تملك لك الارض باسمك على طول. ادي يا سيدي قصه، يعني اللي ليه واللي ملوش بيتكلم في موضوع الاراضي وبيتكلم في نظام التملك ويقذف يمينا ويسارا بدون علم. واحنا قلنا يا جماعه يعني منبر الاعلام ده امانه، اللي ما تعرفوش ما تقولوش، ما تتكلمش عن طريق السمع، لا تقذف يعني كلمات على الدولة أو على مسؤولين أو على ولاية أو بدون علم، عن طريق السمع. فلان قال لي وفلان عاد لي وفلان مش عارف إيه وإيه وإيه، ولكن إحنا بنطمن كل إخواننا إن الأرض ولايات، ولاية محافظة، ولاية ريف مصري، ولاية هيئة تعمير الصحراء، ولاية مستقبل مصر، كل ده بيندرج تحت اسم إنك تتملكه، ولكن كل ولاية لها نظام معين. طب احنا كشركة يلتزم الطرف الأول اللي هو الشركة بتملك تلك المساحة للمنتفعين الجدد، ويلتزم الطرف الثاني بدفع مستحقات الدولة بأي نوع من الأنواع. وبكده يبقى احنا ردينا على موضوع التملك. التملك بقى بيختلف من مكان لآخر، في 65 مثلا في المحافظة على 4 سنين، والريف المصري ممكن يبقى برضو 55 على 9 سنين، ومعانا مستقبل مصر في مشروع زي مشروع المنيا ممكن يوصل نسبة وتناسب برضو من 65 ل 95 على 4، وممكن يوصل ل6 سنين. ولكن في الآخر الموضوع آخره تملك. احنا كشركة، أنا كشركة الفلاح لاستصلاح الأراضي ونظم الري الحديث، ال 11,750 فدان بفضل الله حتى تاريخ 25، ما دخلناش لسه 26، ما شاء الله تبارك الله. احنا ملتزمين بتملك اي مساحه احنا طورناها طالما انت هتلتزم بدفع مستحقات الدوله. ما تقوليش بقى انا مش دافع ما عدا عليا من نفع، اصل انا عايز املك على طول. ما انا مش دوله، ما انا حضرتك مش دوله، هاجي اقول لك لا ما تدفعش دي ولا ادفع دي، او انا حضرتك هاجي في مشروع زي مشروع بني مزار وادفع ل 500 فدان ما عدا عليا من نفع. الفدان 10 15,000، يعني 500 في 10 ب 5 مليون، و500 في 2 بمليون، يعني 6 مليون جنيه. يا حلاوه، راح ادفع لك 6 مليون جنيه عشان تبقى انت مبسوط من الشركه او تطلع تشهر بالشركه؟ لا يا باشا، ما عاد عليك من نفع تدفعه تروح تتملك الارض. مش هتروح تدفع ما عاد عليك من نفع عشان تتملك الارض وتسيب ايه براحتك انت وشأنك. لعن الله من ضيع من يعود. انت راجل اديتني 40,000، اديتني 41,000، وطورت لك الارض بالبير بالطاقه، عملت لك الشبكه، زرعت لك الارض، سلمتك الارض، يبقى انا كده قصتي انتهت، اوصلك لاعداد التملك. ولكن لزاما عليك ان تلتزم بالتملك. السؤال الثاني، عايز ازرع ارض كلها برسيم حجازي في الفرافره في مشروع الفي اي بي بلس، الطاقه الشمسيه 220، وانا بديكم مفاجاه ان شاء الله الايام اللي جايه هيبقى في طاقه شمسيه 250، ويكون البير اعماق والارض مستصلحه كلها معموله ليزر
هل ينفع الموضوع ده ولا ما ينفعش؟ في الحقيقة ينفع انك تزرع ارضك كلها برسيم حجازي، ولكن التدرج مطلوب يا اخوان. مش عايزين انا مثلا واخد حته ارض اقوم جاي داخل بصدري خش. لا، ليس نهايه المطاف ان انا عندي ارض، ولكن نهايه المطاف ما هي الاستفاده من وراء الارض. حاجات مهمه جدا ركزوا فيها. ما هي الاستفاده من الارض اللي انا واخدها؟ انا واخد 10 فدادين، ما معيش اصرف عليهم كلك، ازرع منهم فدانين بس انجح فيهم. يا عم حط للفدان 10 عربيات سباق، النهارده عاملين 30,000 لوحدهم. حط للفدان شويه سوبر وجبس زراعي وشويه تقوي برسيم حجازي، النهارده يعملوا لوحدهم 20,000. يا عم ازرع فدانين من ال10 انجح فيهم. الناس بتجيب من الفدان 2 طن و2 طن ونص. الراجل بتاع الشغل نفسه اللي اكد عليا هذا الكلام، لان في بعض الناس بيقول لك ان انا ما ببالغش، البرسيم بيقوم وينام كده طالما انت اتوصيت بيه. ليس نهايه المطاف عندك كذا فدان، ولكن تعزيز الاستفاده منهم. السباخ بيخلي الارض احتياجها للميه اقل من الارض اللي هي عايزه ايه؟ اللي هي ما فيهاش سباخ. يعني لو الارض اللي فيها سباخ هترويها على 15 يوم هتقبلك وتبلعك في الصيف. الارض اللي ما فيهاش سباخ 7 ايام هتلاقيها ممرعه معاك. ممرعه يعني مفلقه باللغه الفلاح. طب واحد يقول انت بتقول نص الارض غمر ونصها تنقيط عشان الميه تكفينا وما نستعملش الديزل. انا مش عايز ازرع تنقيط، يبقى تركز معايا وامسك ورقه وقلم. هتعمل نص ارضك برسيم وتحط لها سباخ زي ما انا بقول وتزرعها غمر، واول ما البرسيم يبقى رفروفه جميل كده حلو كده منعنع، ومع السباخ ومع الشغل هتلاقيه احلى من ارض البلد ودخله اعلى من ارض البلد. يا عم انت بتقول ايه؟ انت هتجيب فدان بالسباخ بالبابا غنوج زي ما انت بتقول داخل في 170 190 الف زي الفدان ابو 5 مليون؟ الفدان ده بعد مصاريفه هيصفي 90,000 جنيه سنويا في البرسيم الحجازي. وما ادراك ما البرسيم الحجازي. هتبيعه وانت رجل على رجل، هيصفي بعد مصاريفه في السنه الفدان 90. هتربي عليه المواشي وهتربي عليه عجول، عملت قيمه مضافه. ال90 هتبقى 180 غير الانتاج الحيواني. طب وبعدين بعد ما بقى رفروفه، انا بقول لصاحبنا اللي عايز يزرع ارضه كلها برسيم حجازي، هتقوم جاي بقى ربنا كرمك وحشيت حشه واتنين والارض بقى عجبتك وارتحت للارض وحبيت الارض والارض حبتك، هتقوم عامل اللي كان غمر رش. هتقوم عامله ايه؟ رشاشات من اللي بتجيب على 14 متر، وهتبقى عامل حساب تقطيع الارض بين الصنيف والصنيف او بين الريشه والريشه 14 متر. ليه؟ عشان خاطر تعمل الخط المواسير على ال 14 متر، والرشاش يبقى على الريشه ويجيب شمال ويمين، ما عندناش اعاقه في الحش اطلاقا. ونقوم زارعين النص التاني غمر وحاطين له سباخ، وبعد ما يبقى رفروفه حلو كده زي ما كنا عاملين التاني نقوم عاملين رخ الرش، يبقى ارضك كلها اصبحت برسيم حجازي، ولكن بالايه؟ بالعقل والتخطيط مش بالعافيه. يا جماعه يعني دول يعني مش مهم ذكر اساميها لا عندهم ميه ولا عندهم ارض، واصبحوا الان متقدمين عننا في الزراعه. ما ارتقت الشعوب ولا البلاد الا بارتقاء الزراعه واللجوء للبحث العلمي. ان شاء الله حلقه قادمه هتلاقوا فيها اسئله تانيه، انتظرونا.